يا ترى عمرك فكرت تلف الدنيا على ظهر مركب؟ ده بالظبط اللي احنا عملناه في الموسم الثاني من هي ايه الحكايه 2، ومن على ظهر النرويجيان بريكاواي التابعه لاسطول بواخر النرويجيان العالميه. زي ما انتم شايفين احنا بنتكلم على باخره فيها 1650 اوضه تتسع ل 3500 منزل، 27 مطعم، مسارح، سينما، كل وسائل المتعه والرفاهيه على متن النرويجيان بريكاواي. النرويجيان بريكاواي تعتبر 9 اكبر كروز في العالم، وزي ما انتم شايفين ده فندق متحرك مش مجرد مركب. هنلف بيها 9 مواني في البحر المتوسط، وعلشان نعمل ده كان لازم ناخد طياره من تورونتو لبرشلونه. يلا هبتدي معاكم رحله من تورونتو. زي ما انتم شايفين رحنا المطار في الميعاد، استنينا طيارتنا لبرشلونه واللي خدت تقريبا 5 ساعات علشان نوصل برشلونه. طرنا على اير كندا. انا ما بفضلش اير كندا قوي، ولكن في الرحله دي بالذات كانت كويسه جدا جدا، والرحله بجد كانت ممتعه ومش ممله. طبعا وصلنا في ميعادنا زي ما انتم شايفين. اول ما ظهرت النرويجيان زي ما انتم شايفين كده من الشباك، طبعا احساس انك اول مره تشوف المركب تشوفها من الارتفاع ده كان احساس جميل جدا جدا. وصلنا في ميعادنا وتم استقبالنا في المطار من الشركه من النرويجيان. الاجراءات كانت سهله جدا جدا في الدخول. طبعا انا كنت داخل بباسبور كندي. يعني طلعنا بالباص، جمعونا الاول على حسب نوع الغرفه. طبعا انك تسكن 1500 بني ادم في مركب زي ديت الموضوع مش سهل خالص. زي ما انتم شايفين كمان شويه احنا وقفنا في طابور طويل علشان وكمان الطابور ده كان متقسم زي ما انتم شايفين، متقسم على حسب نوع الغرفه موجوده في الدور الكام عشان تملى المركب دي من تحت لفوق. طبعا ده كان موضوع مش سهل، وكان موضوع بالنسبه لي كمان انترستنج قوي. ازاي هقدر ادخل 1500 بني ادم في 3-4 ساعات ويتم تسكينهم بدون مشاكل وبدون ما حد يحس ان هو استنى مده طويله يعني. وصلنا زي ما قلت لكم هتوقفوا دلوقتي، هنقف في الطابور زي ما انتم شايفين. طابور طويل جدا جدا جدا، انا انصدمت الصراحه من الطول. طبعا هم عاملين كده ايه زي ميز طويل جدا جدا عشان الناس ما تحسش ان الطابور طويل، بس هو فعلا احنا بنتكلم زي ما قلت لكم في 1500 او 1600 بني ادم. كانت فولي 100% الاشغال. احنا كنا بنتكلم كمان ان الوقت في احنا بنتكلم في هاي سيزون، فطبيعي ان احنا يبقى نسبه الاشغال 100%. استنينا ووقفنا في الطابور عادي جدا جدا في الحر والرطوبه، مفيش مشكله. زي ما انتم شايفين كل ده في الاخر عشان نبتدي ندخل المركب ونبتدي رحلتنا. ومعروف ان اول ليله مش هنروح في حته، تريح بقى وتشوف اوضتك فين وبتاع، ونبتدي يتم التسكين ونجهز لليوم التالي واللي هو هيبقى فيه ابحار اوفر نايت علشان بعد كده توصل لكان. اول ما وصلنا استقبلونا زي ما انتم شايفين اهو بالجيتار وبالغنى يعني الناس صراحه استقبالهم كان جامد جدا جدا جدا. وبعد كده كل واحد فينا طلع على الغرفة بتاعته. انا كنت واخد غرفة استوديو بشباك لان انا عندي مشكلة في الاماكن المغلقة. زي ما انتم شايفين سرير، تلفزيون، حمام، دش، كل حاجة موجودة في الأوضة، كل اللي انت بتحلم بيه. يا ولاد انا حبيت اصور لكم الفيديو ده عشان تشوفوا المركب وساعة الغروب قد ايه الجو هنا حلو، المية حلوة قوي. بصوا 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 المركب عاملة ازاي، فندق متحرك.
يلا باي باي. وفي الحلقة القادمة يا جدعان احنا في كام؟ هنا زي ما انتم شايفين المدخل بتاع مهرجان كان. هنا بيستقبلوا النجوم وهنا بيدخلوا المسرح الأساسي لمهرجان كان. So you just put one spray over here, just tap but never rub it, okay? Yeah, Just tap and you put behind the ears. هنا على الشاطئ اهو على البلاج على في كان. More TV!